السلام عليكم مدير. يا مدير، خلاص انا عندي اجتماع مع المدرسين الجدد ان شاء الله لما اطلع من المدرسه ان شاء الله اتصل فيه. السلام عليكم مدير. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ صح طيب. اخبارك استاذ؟ بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة. الله يحييك. يا مرحبا. تفضل استلم. تفضل. لو سمحت لو سمحت بعدك مبتدئ. درجة كم عندك انت؟ درجة جديدة. تفضل. لو سمحت مدير، أنا مدرس جديد. نعم. تفضل استريح. مولاي شناص. تفضل استريح. تفضل. طيب. خلاه يبطلك. بديت اعذب بعيد الشر بعد ما صبح على الصبح. دخلنا باك دوام صبح رسمي تحت. حقيقة يا مدير، أنا مولاي شناص، والحين لله الحمد توظفت معاكم ووزعوني ظل الكوت. تبعد علي المسافة كثير وعندي مشاكل عائلية وظروف وما شابه ذلك. من اسمك؟ أحمد بن علي. نعم موجود. نعم تفضل. فأرجو منك النقل. والله يا استاذ انت بعدك الحين مداوم ويعني جاي تبغى النقل بهالسرعه. في عندنا ناس عندها ملفات الحين براويك انا يعني سامحني على التراشي الدروج بالهم هذا باطنه انتوا لا؟ أنا من شناص. شمال باطن. تفضل استاذ. هذا ملف طبعا قاعديني بعد امس بالليل وانت اليوم تبي نقل. هذا اليوم عندك ملفات 4-5 سنوات موجوده هاي فوق. هذا شوف ما اليوم على اليمين وانت اليوم تبي نقل. شوف العمل يا استاذ لازم يكون في صبر. أنت شوف يعني يا اخي ما حصلوا لكم وظائف قلتوا ما وظفونا. وظفوكم قلتوا بعيد. انت الحين ما كملت اسبوع جاي طالب نقل. عندك ناس من 4 سنوات ما حد طالب نقل. انت بعدك ما كملت 3 ايام تبي نقل. حصل لكم وظائف قلتوا بعيد. ما حصلت وظائف اشتكيتوا. خلي يا اخي انت بعدك زهرة شبابك. انت الغربة زين لك. البعد زين لك. يعلمك يطورك من نفسك يا اخي. بس تبان حط كبار السن يعني وانت شباب تبان نشيل لكم الكبار السن اللي كملوا 5 سنوات. بس أنا تعبان يا مدير. شو تعبنك روح البيت اجلس يا اخي لا تتوظف. ما وظفوكم قلت ما وظفوني. وظفوكم قاعد عقوني ضركود عقوني صرفين عقوني فليمه اسير في قارب. ترى هاي بلدك يا اخي وطنك. انت بتشتغل وين ما كنت. انت ما طلعت خارج. سالفه النقل انسوها. انا جايبكم الحين طالبكم حسب الفوضى اللي تسوي في السنوات الماضيه. نص المعلمين يحصلون في كبارات السمك. نص المعلمين يحصلون في الاسواق. وانا اعرفهم مديرهم واشوفهم عليهم حصص. ليش يا ولد يا اخي طالع من المدرسه يا استاذ قال لي والله نبدل. ليش تبدل؟ انتوا تصدق خذوا الجدول والبسطه هناك وتعالوا جلسوا مكاني وحولوا دوامكم وحصصكم بدوا على كيفكم. انا جالس اقرا طنقي. هذا الكلام ما نرضاه يا اخواني. انا العام زاخ واحد تعرف شو يسوي؟ زاخ هامور شال انه كذا ويرسل في الجروب. اليوم يقول هامور اليوم صيد هامور. وهذا الهامور ما يفوت لك الليله. والصف ما حد فيه. عندي طلاب 3 ثانوي ما يكتبوا اساميهم لين تو يا استاذ احمد. 4-5 سنوات تدرسهم اسمه ما يعرف يكتب. قول ليش؟ معلم يا اخي احمد اي معلم يبدل لي من الحصه 5 للحصه 6 ويطلع لك 6 وياها 7 بدون علمي. هذا الكلام لا يجوز اطلاقا. ولكن قسما بالله يا معلمين اذا صار هذا الشيء وفهمت وعرفت ان هذا الشيء صاير والله لزقت المعلم اللي مبدل واخلي بدل الطلاب يرفع العلم. اذا ما اكون انا الخابوري ومعلم ومدير مدرسه وكمل 35 سنه في مجال التربيه والتعليم اذا ما خليته يدق الاسلام السلطاني ومعلم كبره يرفع العلم. والله على ما اقول شهيد. تفضل احمد تفضل. يا جاي هنا تكلمني ما واحد من ربعك تراني. انا مدير. تفضل مدير ممكن اتكلم. مدير ممكن اتكلم. تقطع كلام مدير؟ لا بقول لك كلمه. تقطع كلام مدير؟ لا ما اقطع. كل احترام.
بقول لك كلمة يا مدير، كل معلم يؤدي عمله بإخلاص، ولكن أنت شخص علك، ما عندك مرونة بالتعامل، لازم تلين شوية أساس تاخذ وتعطى، حتى المدرسين يرتاحوا لك يا مدير، فأنت ما تراعى لا ظروف. أستاذ أحمد، أنا 35 سنة في التربية، سويت كل الطرق معاكم، استويت الأب، استويت الأم، استويت الأخو، استويت لهم كذا، وضحت كذا، استويت لهم كذا، وضحت كذا، ولكن يوم سويت هذا كله احنا هذا رحبوا، ويوميت بالعنف اللي هم اللي اصطلبوا. انتم لا يفيدكم حب وكرامه ولا يفيد معكم طيب يا ودي. هذا الكلام ما يرضى فيه ابدا. واطلع برا، اطلع الله ثاني يوم قاعد على حدود من الاقل. انت معلم 3 ايام تروح بعدك من الاقل الطلاب عينك حتى عليك الطلاب تبي الاقل. السلام عليكم أستاذ. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. من هي جاي؟ اتخذت لنا تير ناقة علي. انت طالب جديد معي؟ هنا في الصف موزع. الصف انت ما سمعت قانون يا نش؟ شو؟ اذا انا ادخل وصك الباب كذا ما حد يدخل من بعدي. فاطلع من وين جاي ويجيب ولي امرك بكره. اطلع برا. اطلع برا. يا أستاذي، بما أن أول يوم طلبتك تسمعني. نعم تفضل. أنا نقع علي تاير الموتر وتأخرت، إن شاء الله أنا بكرة ما أتأخر. هذا وش؟ تاير الموتر. انت عندك سيارة؟ بعد. انت اول ثانوي وين بليسن؟ يعطيني الوالد، لا بما أن المدرسة قريب. تو الوالد ولا تمس ولدي ومن هذا اللعين انت لا؟ من هذا اللي ابوهم يعني جابوها القبر قبضوا سيارة قال لي روح. أنا ما أتحمل. وانت طالع منه قلب لك 4 باصات 5 باصات. لأني أنا ما أتحمل أركب ويا الطلبة في الباص. شوف يا اخي العزيز، هذه سالفه الابو يوم هنا يقول لي لا تمس ولدي وانا بس ادعى العام وانا بس اشتكي، هذا ما يمشي عندي. انا عندي حبيبي الحصه السادسه القط دروس هناك حاطين في قياس. فهمت هذا الكلام؟ اذا بغيت طعمك تفضل، هذا تعليمي في الدراسه يعني. اما دلع ولا تمس ولدي ولا تحرك لي ولدي والشعيرات ولدي خلونا تخلوهن ولدي في توحد، هذا ما يمشي عندي بتاتا. انا إن شاء الله معلم. وهذا ولدي لا تمسوه، ولدي لا ترفع صوته، وولدي لا مسيته. انا هذا ما يمشي. انا طراق سايق طراق راد. تمشي معي بالاحترام. انا اغمر. امشي معك بالاحترام. اذا حد يعطيني طريق اغمر. نعم. اذا حد يعطيني طريق اغمر على طول. انت باباتي؟ ايه. حبيبي بسألك كذا انا ابي ده باباتي؟ سيب باباتي ناخذ السير. سيب باباتي خلي سيب بعرفك صدرك. تفضل يا طلاب استمعوا للمدرس. واللعب تليفونات هاي الاشياء برا في الصف عندي. أستاذ عندك سناب؟ نعم. سناب تبي؟ شيء برا. مدرسة الصفوة الخاصة في ولاية سحار من أقدم المدارس في ولاية سحار، يمكن صار لهم 16 سنة. مضبطي لكم بعرض وخصم ولكم بياض الوجه. طبعا من أقدم المدارس في ولاية سحار. بسم الله. حاليا فترة التنقلات والبحث عن مدارس خاصة. ما يميزنا في مدارس الصفوة مثل ما شايفين، أكثر ما شاء الله من 7 أفرع، أكثر من 1500 طالب، جنسيات متعددة من الطلبة والمعلمين، 300. طبعا هذه أول قاعة عندكم رياض الأطفال اللي هم التمهيدي والروضة. احنا والله أهلنا ما سووا لنا كذا في زماننا. دكتور طالب يوم بيجي هنا ويوصل الألعاب ما بيكمل صاب المول البيت ساعتين بالباص. ما شاء الله كل الأدوات ما شاء الله موجودة. اي والله صادق. والله بدأ هناك قصه ويقلب الدنيا ما يقرب روسه هنا. ما صح؟ قاعة متكاملة بكل الأغراض والأدوات ما شاء الله. على قبال ولدك إن شاء الله. للغة الإنجليزية لرياض الأطفال اللي هم التمهيدي والروضة ما شاء الله. يعني إحنا والله يوم كان زماننا تعلمنا الإنجليزي وإحنا في صف سادس. هنا تتعلمه وأنت الصغر ما شاء الله. يعني عمرك سنة يكون الولد يوم يرجع البيت شو يقول لك؟ يقول عاد انت عاد ولدك يتكلم انجليزي بابا. شو رايك يا خالد؟
تومورو فرايدي جوا سيتي سنتر سوهار باين كنتاكي يس. ما شاء الله تبارك الله. تحتوي على المادة اللي أنت تدرس فيها. طبعا هذا قاع اللغة العربية مثل ما أنت شايف. المعلم يطلع ومعلم يدخل. يعني المادة يدرسوا في قاعة ومتخصصة بالمادة، قاعة اللغة العربية ما شاء الله. شوفوا يا جماعة، كل قاعة أنت في فصل متخصصة بالمادة. يعني ما يطلع معلم تاع معلم وهذا كل هذا جالس مكانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هم يمشونه الله. خلاص تعبنا اللي عليه سويناه مثل ما شايفين هذه قاعة الرياضيات. هي يوم بيجيك الولد من صغر سن يحسب الخردة. هي نعم، يومين ثلاثة يعبر 6 بريوش. حتى الممر في المدرسة يفتح النفس. نعم والله كان تمشي داخل تقول له تعال منا تعال منا. حتى الممر في المدرسة يفتح النفس. نعم والله كان تمشي داخل تقول له تعال منا تعال منا. حتى الممر في المدرسة يفتح النفس. نعم والله كان تمشي داخل تقول له تعال منا تعال منا. حتى الممر في المدرسة يفتح النفس. نعم والله كان تمشي داخل تقول له تعال منا تعال منا. حتى الممر رياضيات وتبغي ولدك يصير بزنس وفلوس، اهتم له في هذه المادة. والله هي لازم خلاص سيبني اولادنا الحين تعب القراءة سواء كان بالعربي والانجليزي، كل الكتب موجودة ما شاء الله. طبعا هذه مكتبة مستقلة للطلبة من الروضة للصف التاسع باللغة العربية والإنجليزية. الوقت اللي فيه الطالب ما عنده حصة يجي المكتبة حاسوب مخصص له، حاسوب خاص مع المعلمة. طور كل طالب مخصص له كمبيوتر خاص لنفسه في حصة الحاسوب. انا بخلي ولدي لازم تعلم ولدك من الصغر كيف يتعلم. بخلي يكبر هكر في عمان يتعلم هنا. ما بيمال هكر يتعلم كمبيوتر، لا بالفن بالفيتر فيه ما لازم هكر، يطلع هكر شيء. اشغال وايد. فكل طالب العاب خاصه للتمهيد والروضه على اساس انهم ما يختلطوا بالطلبه الكبار. يكون لهم قاعه خاصه منعزله مكيفه وكل حاجه ياخذون راحتهم كلهم بنفس السن. الالعاب ما يقبلون اقصر كمبيوتر. انا اول الشبق من المدرسه طايح. اول الشبق من المدرسه من الغضن. وشوف هذا باكر ما تلقى كل